مارفل اللي سلاسل أفلامها أكبر أفلام أرباحا في تاريخ السينما، اللي بتوصل ل30 مليار دولار. كانت ممكن تبقى أفشل أفلام في تاريخ السينما. إيه ده؟ إزاي ده؟ مارفل تفشل؟ ليه؟ هي دي سي؟ كانت ممكن دي سي تبقى في مكانها، وديزني كانت تشتري حقوقها بدل وارنر بروز اللي حاربة شخصياتها، وكانت مارفل تبقى مفلسة وتكون بايعة كل شخصياتها. بس حصل كده تماما. ازاي ده يعني؟ تعال اقولك بالتفصيل. طبعا مارفل قبل الافلام والكلام ده كانت شركة مشهورة بالكوميكس، وكان رئيسها راجل اسمه ستانلي، وكان اشهر شخصياتها هم سبايدر مان والاكس مان وهالك. الله، امال فين ايرون مان وكابتن امريكا وثور وبلاك ويدو ودكتور سترينج والناس دي؟ ما هو ده موضوعنا. لان اشهر شخصياتها اللي انا قلتهم دول كانوا متباعين لشركات تانية، واللي اتبقى منهم الشخصيات دول. ازاي ده؟ اول حاجة مارفل مرت بيها هي خلاص مفيش فلوس معاها، مفلسة تماما. فاي شركة ما تلحق تعمل ايه؟ تبيع اي حاجة عشان تمشي الباقي. فتبيع مين؟ سبايدر مان. وده اللي اكتر حاجة مميزة مارفل وشهرها، فباعته بمبلغ قليل، وما كانتش عارفة ان افلامه دي لو هي كانت انتجتها كانت زمانها في حتة تانية. تسكت؟ لا، تروح بايع عامل اكس مان لشركة فوكس اللي هو اشهر واحد فيهم، هو وولفرين، بمبالغ قليلة عكس ايراداتهم. وبعدين تسكت؟ لا، تروح بايع هالك لشركة يونيفرسال. الفقر وحش قوي. وايه النتيجة؟ ان شركة سوني اللي اشترت حقوق سبايدر مان عملت اول فيلم للشخصية، والفيلم جاب 500 مليون دولار. وطبعا ده مبلغ كبير جدا لأول فيلم سوبر هيرو. ومارفل تاخد الصدمة، وتيجي شركة فوكس تنتج أول أفلام الإكس مان سنة 2000. ده أول فيلم اتعمل لمارفل، وبيجيب 300 مليون دولار. شركة يونيفرسال تسكت؟ لأ، ده احنا معانا هالك. تروح عاملة فيلم هالك 2003 ويجيب 200 مليون دولار، بس برضه ما ينجحش زي الأفلام دي. تخيل، مليار ونص دولار الشركات دول خدوهم من شخصيات مارفل اللي عافرت فيها سنين، وبتاخد منهم يا دوب نسب قليلة جدا. فمارفل حست بالإهانة. إيه الملالين اللي انتوا بترموها لنا دول؟ ده احنا لو انتجناهم كنا بقينا ملوك. وسوني بتفضل تنتج أفلام لسبايدر مان الجزء التاني والتالت، اللي بتوصل إيراداتهم هما الاتنين فوق الاتنين مليار دولار. وفوكس قعدت تنتج أجزاء من الإكس مان وبرضك إيراداتهم فوق المليار دولار. ومارفل قاعدة تبص على شقة عمرها بيروح كده، بتاخدوا ناس تانية اشتريته منها برخص التراب، وبتفكر تعمل ايه بالشخصيات اللي معاها اللي هم ايرون مان. واصلا شخصية ايرون مان ما كانتش ناجحة زي سبايدر مان، كان مجرد تاجر سلاح حاسس بالذنب وخلاص. وكابتن امريكا هو كان مجرد ترند في فترة الحرب العالمية وخلاص، قدم شغل الجواسيس ده. وثور مكانش حد مهتم بيه وبالعمل بتاعه. وبلاك ويدو كانت مجرد بنت عندها كام قدرة قتالية وعندها تروما. وهكذا هي ودكتور سترينج وديري ديفل وبانشر وشخصيات كتيرة. وكمان في فيلم نزل لديري ديفل، معرفش ده شركة إنتاج مين، بس ما نجحش زي هالك، وكان ببطولة بين أفليك. فنرجع لموضوعنا. ودي سي وقتها كان كريستوفر نولان بيعمل لها في الجزء الأول من فيلم باتمان اللي نجح وجاب 300 مليون دولار. فمارفل مش عارفة تعمل ايه، تبدأ منين؟ دي أشهر شخصيات خلاص راحوا، ما تبقاش غير شخصيات متوسطة مش بنجاح الشخصيات اللي اتباعوا دول، لحد ما بيجي الراجل اللي بذكائه غير اللعبة نهائيا. هو كيفن فيجي، ده المنتج بتاع افلام مارفل وعالم مارفل كله، ومدير مارفل من الاخر. الراجل ده قال احنا نعمل باللي معانا وهو ربك بيرزق. ويقرروا يعملوا عالم مارفل السينمائي، بس ازاي هيعملوا افلام تنجح زي الباقيين؟ فبيقرروا يعملوا فيلم ايرون مان، ونشوف كده هنعمل جرافيك واكشن، والناس بتحب ده، يا نجح يا ما نجحش. فبيقرروا اول مشروع وهو ايرون مان وهالك، مع اتفاق مع شركة يونيفرسال عشان ربنا يرزق الجميع. وبيجي تاني أهم شخص اللي من غيره، اللي كان بقى هو الشخص المهم ولا كان خلى الشخصية أهم، عمك روبرت داوني جونيور. بكاريزمته الفشيخة اتولدت شخصية توني ستارك. وبينزل الفيلم في 2008 وبينجح ويعمل 500 مليون دولار، وكان التاريخ بيعيد نفسه. وبعدها بيعملوا تاني فيلم في عالم مارفل السينمائي، وهو ذا انكريديبل هالك، اللي هو بطولة عمك إدوارد نورتون. بس برضه للأسف الفيلم منجحش وجاب إيرادات 200 مليون دولار. وكمان مشوه من الشخصية لأنه كان بيتحشر كتير وبيعدي في السيناريو كتير. ودي سي وقتها نزلت فيلمها اللي هتفضل طول عمرها تتفخر بيه، هو ذا دارك نايت، ويجيب أعلى إيرادات السنة هو مليار دولار.
بس انا مش عايز اقارن ده بده، انا بوريك السوق وقتها كان عامل ازاي. وبعد كده مارفل بتقول الحمد لله جت سليمة والشخصية بقت مشهورة، يلا بقى نعمل جزء تاني ونمهد دور الافينجرز ونجيب سكارليت جوهانسون تعمل بلاك ويدو عشان الناس يحبوها. ويلا بعدها بسنة يعملوا فيلم ثور بممثلين مش مشهورين قوي لسه بيشقوا طريقهم، اللي بينجح وبيجيب 400 مليون دولار. وبعدين نرمي فيلم كابتن أمريكا وبينجح وبيجيب 500 مليون دولار ونحطهم في العالم السينمائي. وعشان بعدها بسنة مارفل ترمي قنبلة كبيرة، والفيلم اللي كانت بتحلم بيه من الأول هو فيلم ذا افنجرز. واللي وقتها برضه كانت سوني نزلت فيلم ذا اميزنج سبايدر مان وجاب حوالي 700 مليون دولار. ودي سي نولان بينزلها الملحمة الأخيرة ذا دارك نايت رايسز وفيلم بيجيب مليار وكام 100 مليون. ومارفل خلاص سلكت الطريق اللي كان بتحلم بيه، وأفلامها بعد كده بقت تعدي أفلام الشخصيات اللي باعتها. وبتيجي ديزني شايفة الشركة عمالة تجيب في أرقام وفلوس وترند فتشتريها عشان تعلي أرقامها هي كمان. وبعد كده مارفل بتعمل فيلم لعالم تاني خالص، هو فيلم جارديان اوف جالاكسي. ده عالم مكانش حد يعرفه أصلا في قصص الكوميكس، وطلعته للنور ومن إخراج جيمس جان. والفيلم بينجح وبيجيب 700 مليون دولار، لأن الفيلم بيمهد لظهور الشرير الأعظم ثانوس. واللي قدام شوية بتعمل اتفاق مع سوني وتعمل مفاجأة لجمهورها وتجيب سبايدر مان في عالم مارفل لأول مرة في تاريخها. ولكن في مفاجأة بتحصل برضه بس من غير مارفل، وهو فيلم ديدبول اللي بينجح وبيجيب إيرادات 600 مليون دولار، واللي هو أصلا من حقوق شركة فوكس مش مارفل. وبعد كده مارفل بتشتري شركة فوكس وخلاص ضمت الإكس، وكل ده واضح في فيلم ذا ديدبول أند وولفرين. لكن سبايدر مان بيفضل أكبر عقبة لمارفل بسبب سوني بيحلوها مع بعض بالود. لكن مش ده السبب اللي مارفل بقت كيان سينمائي جبار، وده لأن فيه أسباب كتير أوي. أولها إنها مش بتجيب نجوم كبار أوي يعملوا الأفلام. ليه؟ لأنهم هيكلفوهم كتير أوي، وهم عايزين ممثلين زي الشخصيات على القد، زي مثلا كريس هيمسورث اللي كان ممثل مش معروف أوي، لكن بعد ما عمل ثور خلاص انطلق. وحتى جابوا كريس إيفانس اللي هو كان عامل دور هيومن تاتش في فيلم فانتاستيك فور بتاع 2005 لكن منجحش أوي، فعمل كابتن أمريكا وبقى مشهور. وروبرت داوني جونيور اللي كان ممثل يعني طايش كل شوية في مشاكل، وبعد كده بقى أيقونة مارفل. حتى مارك روفالو اللي كان ممثل على قد وما كانش حد عارفه أوي، وخلوه يحل محل إدوارد نورتون ويسمع كلامهم وما يدخلش في حوارات معاهم ويعمل دور بروس بانر اللي هو هالك. وحتى كمان كريس برات في دور بيتر كويل في فيلم جارديانز اوف جالاكسي. وغير كده سبايدر مان توم هولاند. والسبب التاني هو أهم حاجة بيميز مارفل هو التخطيط والنظام، مش كل حاجة ملخبطة، اللي كان مؤثر جامد في العالم والسبب الكبير للنجاح. لأن في الوقت ده كانت وارنر بروس شايفة ديزني في السنة بتاخد فلوس ملهاش نهاية، فبتقول ما احنا عندنا أبطال احنا كمان، احنا عندنا دي سي. وبتجيبوا زاك سنايدر ويا الله عايزين نعمل زي مارفل ويحصل ده. كلام نو. الصراحة أنا مش بقلل من أعمال زاك سنايدر، وهو الغلط مش فيه والغلط في الشركة واستعجالها، بس نخلي الموضوع ده في فيديو لوحده. فالصراحة مارفل كسبت رهان كان ممكن يرقدها وما تقومش منها تاني وما تبقاش الكيان الجبار اللي أفلامه اتجوزت أفلام الشركات اللي اشترت حقوق شخصيتها. وبس كده لقيت الموضوع شغل دماغي، فقلت أعمل فيديو ده لحب للشركة دي، ومهما عملت أعمال زبالة تفضل مارفل هي مارفل. وشكرا لو وصلت لحد هنا، يا ريت متبخلش باللايك، ولو عجبك الفيديو تشترك في القناة دي عشان تشجعنا نعمل مواضيع كتير قوي.